والله نسيته الطفاية. الدنيا ما في. نسيت المطرقة؟ ها؟ الله ما نسيت أنا. أنا كنت ذكي، جهزت كل حاجة. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم مسافر السلام. اليوم؟ هيا. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ ايش هذا؟ هذا أدوات السلامة. يا رجال صلي على قالها النبي. قايم مقبل، احنا كثير ما نستخدمهاش، نسيناهن. يا رجال صلي على النبي انت وصدقت هذون اللي يشلوا المطارق هامو. وأدوات الإطفاء. قسما بالله العظيم لا هو مكتوب لك الموت انك تموت لو معك 1000 مطرقة ولا معك 1000 أداة إطفاء. هذا لا تصدقش كله يا صاحبي. العمل بالأسباب قوي. واحد ياخذ بالاسباب بس توكل على رب الاسباب، هو اللي ينقذك. لو كتب لك الموت قسما بالله لو انت في مغار انك تموت. ولانه كلامك صدق، واحد يتوكل على الله. صحيح. هذه نرجعها لجانب يا صاحبي. دعك نعم. استغفرت ربي اللي يحميك هو مش المطرقه ولا الاطفاء. لا تضع امانك في مطرقه ولا طفايه، فكم من انسان اخذ بكل الاسباب ولم تنجه الاسباب. الأمان الحقيقي ليس في الحديد ولا في الأدوات، بل في قلب يثق بالله ويقول: يا رب أنت الحافظ وأنت الولي. فامشي في طريقك مستغفرا وادعو ربك بدعاء السفر، ولا تجعل خوفك من الموت ينسيك من بيده الحياة والممات. توكلنا على الله.